تهانينا للمغرب. لك الكلمة ل5 دقائق. المغرب. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. الأصدقاء الأعزاء، أعضاء اللجنة، ممثلي الأمانة الأعزاء، إنه لمن دواعي سعادتي أن أعرب لكم باسم المملكة المغربية امتناننا العميق عقب تسجيل القفطان المغربي على قائمة التراث غير المادي للإنسانية. هذا الثوب التقليدي هو يجسد بشكل حميم هوية المغرب، ويجسد عبقرية وإلهام وإبداع الشعب المغربي العريق. هذه معارف تنقل من جيل إلى جيل عبر القرون. هذا التسجيل لا يقوم سوى بإحقاق الحق، إذ يعترف بمعارف مختلف المناطق في المغرب. هذا العمل الذي يحمل إيمانا راسخا بضرورة الذود عن هذه الهوية العريقة التي ما فتئت تتعزز تحت المملكة المغربية. هذا إذن يدعونا للاعتراف بقوة وصمود المرأة المغربية، إذ نقلت معارف الأجداد عبر الأجيال. وهذا التسجيل يبين مدى الطابع الأصيل للقفطان وحماية الهوية الثقافية، لكي لا يكون أبدا عنصرا مجتث من عروقه وأصوله. القفطان المغربي تطور عبر العصور وتغير وسافر عبر الأسر الملكية في المغرب، وصمد بفضل قوته وإبداعه. لا يزال القفطان مصدر إلهام للمصممين المغاربة، مع الربط بين الأناقة والإبداع. كل غرزة، كل تطريزة لا تمثل ذاكرة لأمتنا. وهذا التسجيل هو اعتراف وتقدير لما قام به مختلف المجموعات المحلية في المغرب التي عملت على صون هذا التراث. الذود والصون هو مسؤولية تقع على عاتقنا باعتبارنا دولة طرف في هذه الاتفاقية، لكي نحمي هذا العنصر من الاستخدام السياسي أو التسويق الغير اللائق. إن تسجيل هذا العنصر بعد توصية إيجابية من قبل هيئة التقييم قد تم الطعن فيها، وهذا يدعونا للتفكير بشأن هذه الأساليب. ولا ينبغي أن يكون هذا العمل مصدر وسببا للتجاذبات السياسية أو يخلق شرخا بيننا. إننا بإدراج هذا القفطان فلا نسجل فحسب ملبس جميل، بل نسجل روح هذا الشعب وما أبدع. ليحيا القفطان المغربي وليحيا المغرب. هذا القفطان يجسد هذه الأناقة التي تمثل بلدنا. شكرا لليونسكو.